فهي بتعكسه وهو مطنش مش عايز يرد. لو هي قالت له انت مش معبرني وانت كذا، هينفر منها اكتر. لكن لو بعتت له قالت له ايه حلاوتك وانت تقيل، اتقل يا جميل، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا دماغه ينشغل معاها. عيد ميلادها جه وما عبروش مثلا، وهي عايزه زي ما بيقولوا كده ترمي الشباك وتشده. انا كنت هبقى سعيده قوي لو قلت لي كل سنه طيبه في عيد ميلادي. فدماغه تبدا تلعب، متقبله ان هو مش بيرد عليها، متقبله اللي بيعمله، ولكن عماله تستخدم الطريقه للاسف بتستخدم في الغلط معايا عشان تشد انتباهه. اللي بيحصل ان بعد فتره تلاقي الراجل اتشد ليها وبدا تلفت انتباهه اكتر. الزوجه بتعمل العكس بقى، تبدا تنتقد، تبدا تتهاجم، تبدا تعمل لخبطه وتفقد. يعني حتى كمان دي حته خطيره جدا، يا ريت لو الاناث يركزوا معايا فيها، ان اي سلوك راجل بيعمله مع انثى تانية انت مالكيش اي علاقه، العيب فيه هو. اوعي تشوفي ان العيب فيكي. يعني هو ممكن يكون يعني شوفوا المزيكا والكلام. انا حاجه اتفضل. انا نصيحه كل انثى اسمعيها، الراجل اللي بيبص بره العيب فيه هو مش فيكي انت. ليه بقى؟ لان انا كراجل اهو ماليش الحق ان انا اقعد اعمل حاجات واقعد يعني اتمادى في الغلط بحجه ان اصل انت فيكي وانت فيكي وانت فيكي. لا، ماليش حق اصلا حتى لو فيها ان اعمل حاجه غلط برضه. مظبوط. حلو كده؟ مظبوط. الحاجه الثانيه كمان ان كل ما كانت الانثى بتحافظ على طاقتها، بمعنى لو هي لقت نفترض الزوج بيعمل علاقات بره في الخارج، فهي شكت في نفسها وقامت تعمل حاجات خارجيه بتفقد انوثه اكتر. يعني هنا بقى هو نقطه خطيره جدا. يعني انا لاني انثى هعمل كذا كذا كذا، انا لاني انثى ههتم بنفسي، لاني انثى هحافظ على شكلي، مش انا هعمل كده عشان اكون انثى واشده. لا، لانك انثى يعني اعملي الشكل الخارجي الجميل، الاعتناء بنفسك لانك انثى، مش اعملي اعتناء عشان تكوني انثى. دي حته خطيره قوي. هنا لو انا بعمل عشان اكون، طاقتي بتنزل. حلو. لو انا النهارده هرجع تاني للمثال اللي حضرتك لسه قايل دلوقتي بتاع انه ست واحده بتحاول تعكسه، راجل واحده ست بتحاول تعكسه وهو يا حرام مش عايز يعكسها، وهي ابتدت تقول له يا حلو يا تعم كده اخبارك ايه، اخس عليك ما ردتش عليا وبتاع، وابتدى ينجذب لهذه السيده او هذه الفتاه. انا كزوجه المفروض مني ان انا اعمل ايه؟ حلو قوي. فانا اول قاعده، انا ماليش علاقه زي ما قلنا بقى ان ده العيب فيه. خلاص. هو انا بحب اسميه ان هو كده يعني بيبص لواحده والثانيه والثالثه، بنسميها باللهجه المصريه بيرمرم، عشان لو بيسمعونا حد من الخليج جايه من رمه يعني. بس ده عيب فيه. حلو. فان اللي بيحصل العكس بقى، بتاخد الثقه في نفسها. مظبوط. وتتخض وتتلخبط وتبدا بقى تحس ان فيها حاجه غلط، فتبقى عايزه تقاوم الغلط فتزداد سوء اكتر. كتير لما انا اكون مدركه ان ده عيب فيه معايا، في حاجتين بقى في الشخص اللي ممكن يكون بيبص بره. اما انه بيشغل دماغه الشكل الخارجي، يعني الشكل الخارجي بتاع الانثى، لبسها، شكلها، جسمها، وده عمرك ما هتجاريه لان هو ما بيخلصش. انا مش هيبقى عايزه الف انتباهي ده خالص. لما انا اشك في نفسي بفقد طاقتي الانثويه. لكن لما انا ابقى واثقه في نفسي وبتعامل معاه بحاله احنا بنسميها حاله التقبل. مش التقبل معناه انا موافقه، لا، تقبل معناها اوكي ده الموقف حاصل اهو، فانا هتعامل معاه بحاله من القبول لكي لا يؤثر عليا عشان اعدله. انا هركز على طاقتي الانثويه، وده اللي هيخليه يتشد ليا اكتر 1000 مره، وهيدرك ان مهما بص بره مش هيلاقي اللي بياخده منك. زي بالظبط واحد اتجرح، لو انا رفضت الجرح هتألم واصرخ، لو تقبلته وبدات اتعامل بقبول خلاص هو حصل واتعاملت. هي كالعاده بقول يعني شهر ونص، شهرين ماكسيمم. ولو بس 6 شهور وسنه واتنين، لا يبقى هي خلاص. ما انا بتكلم في حاجه مهمه جدا بقى، ان انا بقول لو عملنا اللي علينا وما حصلش تحسن، خلاص مهم نقعد مع حد متخصص علشان اذا كنا ينفع نكمل اوكي، ما ينفعش ننفصل. شكرا.